جي اكس بوكس الاي من شركة اسوس. المستقبل القادم للالعاب حيكون محمود. طبعا زي ما انتم شايفين يا شباب، ما شاء الله كيف التصميم، حتى تصميم الكرتون اسطوري. طبعا لا تنسوا شركة اسوس ROG يبدعوا في التصاميم حقتهم. نبدأ الآن بفتح الصندوق. طبعا زي ما انتم شايفين يا شباب، أول ما نفتح الجهاز زي كذا يجيكم ما شاء الله. شايفين كيف؟ صراحة اشي فانتاستيك. طبعا الكتالوج اللي يجي مع اي جهاز طبعا اكيد فيه التعليمات وكل حاجة مهمة. ويجيكم يا شباب الشاحن اللي هو 65 واط، وزي ما انتم شايفين عليه علامة ROG الأسطورية اللي تبين مدى الفخامة. سلك الشاحن اللي تقريبا في أجهزة اللابتوب تجي، ويعني أهم حاجة يعني شيء فخم، وزي ما انتم شايفين الكواليتي حقه جدا عالي ما شاء الله. طبعا زي يا شباب زي ما انتم شايفين هنا زر التشغيل، وهذه فتحة التهوية ما شاء الله ممتازة. وبرضو هنا عندكم تقدر تقولوا حق الشحن، وبرضو مدخل آخر عشان تضيفوا مثلا تبي تضيفوا شاشة، تحطوا تشبكوا الجهاز على الشاشة. حيكون تايب سي لديسبلاي بورد، وزي ما تشوفين زر التشغيل، وكمان زر خفض ورفع الصوت. وبرضو يا شباب هذا هو مدخل ال SD، وبرضو منفذ السماعة العادي اللي هو جاك 3.5. زي ما انتم شايفين ما شاء الله كيف خلفية الجهاز، صراحة اشي فانتاستيك. شوفوا كيف مسوين التهوية على شكل ROG. طبعا هذه الشريط كله يتحول ل RGB. طبعا يا شباب الجهاز يجي بمعالج AMD Zen 2، وكرت الشاشة اللي هو الراديون اللي هو يكون طبعا زي ما انتم عارفين الأجهزة اللي تكون محمولة يكون فيها كرت الشاشة مدمج. طبعا يا شباب بالنسبة للرامات ما شاء الله 16 GB، والذاكرة 512، وتقدر تضيف له SD 2 1 تيرا 2 تيرا زي ما انت تبغى، وامورك في السليم. يا شباب بالنسبة للشاشة 7.0 وفل HD، طبعا نوعيتها IPS، يمكن هذا الشيء اللي شوية مو حلو. وطبعا يا شباب زي ما انتم شايفين السماعات، هذه السماعات ما شاء الله بتقنية الدولبي اتموس. واكثر شيء مميز في الجهاز زي ما انتم شايفين علامة الاكس بوكس اللي هي اهم حاجة في الجهاز. طبعا يا شباب الجهاز يجي معاه 3 شهور جيم باس، فهذا شيء جدا خطير وما شاء الله شيء فانتاستيك على الاخر. طيب يا شباب بالنسبة للازرار زي ما انتم شايفينها زي حقة الاكس بوكس، والبقية الانالوجات هذه اشياء تساعدك ترجع تغير تتصل يعني على اصحابك، تشوف اصحابك. وهذه حقة الاعدادات، وعندكم هنا تصوير الشاشة، والاعدادات برضو نفس الشيء. يعني في انت عندكم تقدروا كل هذه الازرار تقدروا تسووا لها تخصيص. هذه الاثنين تقدروا تسووا لها اعدادات خاصة، يعني تلعبوا فيها زي ما تبوا. وهذه الاعدادات نفس حقة الاكس بوكس. صراحة شيء فنان ما شاء الله، وشيء جدا رهيب. طبعا زي ما انتم شايفين يا شباب ما شاء الله كيف نظام ويندوز يخليه للاكس بوكس زي ما انتم شايفين. طبعا اذا اشتريتوا الجهاز يعطوكم 3 شهور جيم باس مجانا، تختاروا انتم اي لعبة من الالعاب ومبروك عليكم. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله يعني المسكة مريحة نفس مسكة الاكس بوكس. صراحة شيء فانتاستيك مرة على اخير صراحة. التريجر ممتاز ما شاء الله، يعني صراحة جهاز اسطوري ما شاء الله. الله يبارك صح، هو جهاز حق صاحبي مو جهازي. بالنسبة لنسخة الاكس الالايا المطور طبعا معالج شوية اقوى، زائد بطارية 80، هنا 60. وبقية الاشياء ما شاء الله نفس ما هي، نفس الشاشات نفسها. طبعا يا شباب البطارية قوتها 60. الشاشة يا شباب 120 هرتز ما شاء الله.
وعيبها بس انها اي بي اس، بس ما شاء الله انا شايفها ممتازة. غير انكم تقدروا تشبكوها على على الشاشات، شاشة التلفزيون او شاشة عادي، واموركم في السليم. وصراحة الله يبارك لصاحبه. وزي ما قلت لكم هو جهاز كمبيوتر، وبرضه كمان في له تحكم انك ايش تختصر تحول خلاص اكس بوكس كانه اكس بوكس. من يوم ما يشتغل الجهاز حيجيك على شاشة الاكس بوكس على طول هذه، وتلعب وكل شيء، ما يحتاج تدخل في الويندوز مثلا. لو تبغى مثلا تنزله من العاب ايبك جيم او اي شيء تقدروا، انتوا عندكم الخيار تختار ذا ولا ذا، واموركم في السمباتيك. لا تنسوا اشتراك كل حاجة، وقولوا ما شاء الله، وباركوا لصاحب الجهاز، والسلام.